ويلكم تو ماي channel. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فلوج جديد. بقالي فترة طويلة جدا ما صورتش فلوجات، فالنهاردة هاخدكم معايا في يومين منتجين من حياة طالبة تانية ثانوي. فيلا بينا نبدأ. جيت من المدرسة، الأوضة بتاعتي كانت مكركبة جدا، فظبطت السرير والمكتب وظبطت الأوضة. عامة يا جماعة الفترة اللي فاتت بجد ما كنتش بعمل أي حاجة بسبب المدرسة، ما كنتش بذاكر كويس، ما كنتش بنام كويس، ما كنتش بعمل أي حاجة كويس، فما كانش فيا طاقة إني أدي لحد طاقة إيجابية، وأنا محتاجة الدعم ده. فاستنيت لحد كده ما يرجع لي شغفي حتى بنسبة 1% إني أبدأ أصور تاني، والحمد لله يعني الى حد ما بقيت احسن. المهم ظبطت اوضتي والمكتب وظبطت كل حاجه. بعدين كده اخدت بريك صغير كده عشان نكمل بعدين نص الاوضه. المكان ده يعني حط عليه الحاجات وكده، والاورجنايزر والحاجات بتاعتي، واللي متابعني من زمان هيعرف مش دي الاوضه اللي انا كانت بتاعتي او اللي انا كنت بصور فيها. فانا غيرت الاوضه بتاعتي وبس كده. كنت خلصت الاوضه وبدات اقفلها وكده، وبعدين اخدت شاور. جماعه انا غيرت الاوضه بتاعتي سبب ان انا كان طاقتي فيها وحشه جدا. كان بيجيلي اكتئاب، كنت بعيط كتير جدا، حالتي النفسيه كانت وحشه، فغيرت المكان علشان يعني اتعايش مع حته جديده، ودي من الحاجات اللي بجد اعملوها. المهم اخدت شاور وعملت سكراب لجسمي وسكراب لبشرتي وعملت كذا حاجه كده. وبعد ما خلصت خالص قعدت كده، اخدت هدنه وشربت نسكافيه علشان عندي مذاكره كتير جدا بصراحه. المهم النهارده كنت المفروض اذاكر رياضه. جماعه انا بجد الرياضه مش عارفه اعمل فيها ايه كتير جدا. المهم بسمع فيديو يوتيوب لو في حاجه واقعه مني، وبرجع لكراسة الشرح بتاعة المستر اللي باخد عنده، وبحل شوية من أسئلة المعاصر. الأسئلة بصراحة بتكون تقيلة شوية، فبسمع لها فيديو حل الأسئلة، ولو في حاجة وقفت معايا ومش عارفة افهمها خالص برجع للمدرس اللي باخد عنده درس أسأله في الأسئلة، أو لو حد شرحه كويس يوتيوب بشوف إجابات الأسئلة. إلى حد ما بعمل الحاجات دي ويا رب تجيب نتيجة. المهم عملت كوباية كاكاو كده، وبرضو اخدت بريك كده. بجد يا جماعة نفسي البريك بتاعي ما يكونش داخل فيه حاجة فيها كافيين، فبجد مش عارفة اعمل ايه. المهم النهاردة كان المفروض اذاكر الدرس التالت والرابع بحتة جبر. خلصت الدرس التالت والرابع وما حلتش التمارين كلها، بحل مثلا جزء كده وممكن اسيب جزء احله بعدين لو ما كنتش قادرة خالص. وبس كده كنت تعبت خالص وصليت ركعتين لربنا. بعدين قعدت شوية اتعشيت وسمعت بودكاست، وبس كده ده كان اليوم الاول. صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة يوم الجمعة، صحيت بدري وصليت، والنهاردة اليوم هيكون تقيل، فيلا بينا. النهاردة اليوم ما عنديش فيه دروس، ونمت كويس امبارح لاني ما عنديش مدرسة النهاردة، فصاحية فايقة الى حد ما. والانجليش بصراحة يونت 2 ما اتفتحش خالص. بجد يا جماعة السنة دي معرفش، حاسة المنهج جاي عليا متراكم. وقلت لكم الفترة اللي فاتت كانت نفسيتي وحالتي النفسية وكل حاجة كانت بايظة، معرفش ايه اللي حصل. بس يعني ان شاء الله خير، ومش عايزة الفلوج يكون في حاجة وحشة، عايزة كله يكون تفاؤل. فالنهاردة قلت هاخد بارت 1 من يونت 2 انجلش، وهاخد معاه جزء برضو رياضة، لاني يوم الحد هيبقى عندي امتحان رياضة، اول امتحان شهر. فعايزة الم محتوى الشهر كده، واظبط حاجة الانجليش برضو شوية علشان اكون يعني لما كذا حاجة. وانا استاهل واستاهل الضغط اللي انا فيه ده، لاني بصراحة الفترة اللي فاتت زي ما قلت لكم ما كنتش احسن حاجة وما كنتش بذاكر كويس. بس والله الاسباب كتير، بس الحمد لله. ودي حاجة اتعلمنا ان الانسان مش دايما هيكون واو، او دايما هيكون منتج، دايما هيكون الاول. لا عادي، بتجيلنا فترة انتكاسة بننزل لتحت، بس الشاطر اللي يطلع تاني ويحاول يتعايش. وادعولي ان الفترة دي تعدي على خير ان شاء الله، وامتحانات الشهور تعدي على خير. المهم الانجليش بذاكره، اني انا بتابع مع مستر انجليشاوي على المنصة، فبسمع المحاضرة وبقعد اعلم وراه. بيبقى معايا ورق المحاضرات بتاعته، بعلم واكتب النوتس الزيادة، وبعدين احل. برضو بيكون منزل فيديو حل. طب احنا لو يا حبيبة متابعين يوتيوب اعملوا هكذا، واحفظوا الكلمات بالورقة والقلم. يا جماعة بجد انا بقعد فترة طويلة جدا في حفظ الكلمات، نفسي بجد احفظ الكلمات في وقت اقل، بس ده اللي بيحصل وفي ناس كتير كده. فما تيأسوش، عادي انا كمان ممكن احفظ كلمات بارت 1 في 3 ساعات عادي جدا يا جماعة. يا رب البطء بتاعنا ده يروح. المهم يا جماعة زي ما قلت لكم اسمعوا
المستر بيقرأ الكلمات ازاي وبيقول النوتس بتاعتها والمترادفات والمتضادات وكل حاجة، وبعدين اقعدوا اقروها لوحدكم كده، واقعدوا احفظوا فيها واحدة في واحدة، وبعد كده حلوا عليها على طول، لان بجد الحل هتكتشفوا ان في حاجات كتير وهتزودوا الحصيلة اللغوية بتاعتكم. واكتبوا جيبوا ورقة جنبكم كده، اي ملحوظة جديدة او اي كلمة جديدة اكتبوا جنبها الترجمة. تمام. المهم يا جماعة، شايفين كل المحاضرات دي انا ما سمعتش منهم غير 2، فبجد مراكمة كتير جدا. المهم قعدت برضو سمعت، خلصت المحاضرة بتاعة البارت 1 كلمات، بعدين قعدت اتعلم زي ما انتوا شايفين، وبرضو حفظت وبعدين حليت. الكلام ده كله متصور في كام ثانية؟ ده خالص في 3 ساعات يا جماعة، والله كنت تعبت جدا. بعدين اخدت نسكافيه، شربت كده، اخدت باور شوية ورجعت. كان عندي حاجة رياضة، طبعا انا نمت كتير، يعني انا مثلا ما بين الانجليش والرياضة زي ما انتوا شايفين نمت 2 3 وصحيت اتغديت وشربت نسكافيه، بعدين اخدت حاجة رياضة. بس كده، ده كان فلوج النهاردة، اتمنى يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.